ستات كتير قوي غيري في الموقف اللي انا فيه ده كانوا ممكن يمشوا وخلاص، بس انا مش قادره. انا بحب سيف بجد، مش قادره اشوفه هو بيبعد، ولا قادره اشوف حياتنا بتبوظ. وسيف كمان بيحبك، اللي بينكم خناقات عاديه يعني، ما كل المتجوزين كده. لا، زمان لما كنا بنزعل مع بعض كنا بنتصالح بكلمه، لكن دلوقتي انا بحاول اكلمه ما بيردش عليا من امبارح. سيف بقى فيه اسوأ عمري في حياتي ما شفتها. انت لازم تحاولي تفهمي ان سيف بيمر بحاله جديده عليه، والحاله ديت لازم تفهميها وتتعاملي معاها. وانا مين يفهمني؟ انا لما حبيته واتجوزته حبيت كل حاجه فيه، حبيت شخصيته، حبيت هزاره وضحكه وحنيته. انا دلوقتي حاسه ان انا مع واحد ما اعرفوش. عارف يعني ايه ابقى بحب واحد مش موجود اصلا؟ انت فاهمني؟ انا بقيت خايفه ومرعوبه، حاسه ان انا في يوم وليله حياتي دي كلها هتروح، واللي ما بيننا ده هيضيع. انت فاهم انا حاسه بايه؟ وساعتها هانيا جت متوتره، مش فاهمه علاقتي بريهام، وان ريهام اكتر من اختي. انت شكلك بقى لعبي وبتحب تلعب على الكل. لعبي وبحب العب على الكل ليه يعني؟ قصدك عشان اللي حصل ما بيننا؟ هو ايه اللي حصل ما بيننا اصلا؟ شويه جري على الطريق ده ولا حاجه على فكره، انت حتى ما عرفتش اسمي. ما بالظبط. امال ايه بقى لعبي وبلعب على الكل؟ عشان انت عارف كويس قوي ان ريهام عندها مشاكل مع جوزها والدنيا متوتره، رايح تحضنها. ريهام تقيله في الشغل، مش حاسه بنفسها، واللي بيحصل لها دوت بسبب حبها لسيف. الناس ديت اخواتي، انت جايه تكلميني في ايه؟ بقول لك ايه، ما تبطل بقى تعيش في دور الضحيه. انا اكتر واحد فاهمك يا علي، ولا انت نسيت؟ ما كفايه بقى يا مراد، لو قصدك على الحوار اللي دار ما بيني وما بين مريم فروح اسال مريم كان ايه الحوار. بس انا حابب اسمع منك انت يا علي. يعني انا المفروض اقبل الكلام ده عادي وما اتضايقش؟ ما حصلش حاجه عشان كل ده يا مريم. لا حصل، وانت عارف كويس. شايفك انك تعقلي وما تجيبيش سيره الموضوع ده لسليم اصلا، عشان ملوش لازمه. ايوه، ما كده انا مش هقول حاجه لسليم، بس انا محتاجه اعرف موقفك ايه عشان اعرف اللي انا بعمله ده صح ولا غلط، ولا بضيع حياتي مع سليم على الفاضي. امشي ورايا، وانت ما تضيعيش عمرك على الفاضي يا مريم.